3 قتلى بحادث سير قرب العاصمة كوبنهاغن. حياكم الله. هذه الصورة التي تشاهدونها أمامكم هي لحادث سير عنيف وقع فجر يوم السبت أي يوم أمس على طريق هيليغود السريع. الحادث وقع بعد أن اصطدمت سيارتان مع بعضهما البعض بشكل مباشر، وهذا الحادث المؤسف نتج عنه 3 قتلى، والقتلى هم شاب 30 كان في سيارة، وزوج وزوجته كان يقودان السيارة الأخرى، وأصيب كذلك أبناء هذين الزوجين إصابات خطيرة ولا زالا تحت العناية المركزة. حادث وارد وقدر ممكن أن يصيب الكثير، لكن الغير عادي أن التحقيقات وشهادات الشهود أثبتت أن الشاب الثلاثيني الذي كان يقود سيارته بسرعة كان يقوم بسباق مع سيارة أخرى يقودها شاب يبلغ من العمر 24. وبعد الحادث هرب الشاب العشريني هذا ولم يقم بتقديم المساعدة لضحايا الحادث. ألقت الشرطة القبض على الشاب العشريني، ووجهت له تهمة عدم المساعدة لضحايا الحادث وتهمة القتل بسبب الإهمال بعد سباقه مع الشاب الثلاثيني الذي لاقى حتفه، وسيتم إيداع العشرين هذا الحبس الاحتياطي. ووجهت له تهمة القيادة المتهورة والعديد من الانتهاكات المرورية الثانية. من منبر المتواضع هذا أطالب الجميع بأن يتوخوا الحيطة والحذر أثناء القيادة بوقت متأخر من إجازة نهاية الأسبوع، لأن أغلب الحوادث المميتة والخطرة تحدث في هذه الأوقات بسبب الإفراط بتناول المشروبات الكحولية وتعاطي الحشيش والمخدرات. ويذكر أن في العام الماضي عام 2023 وحده سقط 163 قتيل بسبب حوادث الطرق. وبالسلامة للجميع، نلتقي على الخير، حياكم الله.